هاتي صدر فرخة وتعالي نعمله بطريقة هتعشي البيت كله. تعالي كده، الأكل السريع اللي نعمله في 10 دقايق واحنا واقفين، مفيش أحسن من كده. قطعي لو عندك صدر فرخة سليم مش مشكلة، المهم عندنا احنا هنقطعه لشرايح صغيرة جدا أو قطع صغيرة. قطعيه بالشكل ده أو قطعيه قطع، المهم خلي القطع تكون صغيرة معانا. يلا بقى حطيلي لايك للوصفة الجامدة دي واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وتعالي كده نقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. قطعت كده كمية الفراخ اللي عندي، وده كان صدر كبير عامل نص كيلو او نص كيلو ربع كيلو. اللي الموضوع الوصفة دي مش ليها مقدار، يعني مش ليها مقدار معين. يعني زودي هنحط كمية بصل حلوة، زوديها ومش هتبان. يعني انا عايزة اقولك هتحسي بحلاوة البصل من التتبيلة اللي احنا هنعملها، احسن بكتير من الفراخ. تعالي كده طريقة باذن الله هتعجبكم وموفرة. وهنحاول نضاعف الكمية على قد ما نقدر، هنحاول نضاعف الكمية مع بعض. قطعتها بالشكل ده، ومعايا محضرة 3 بصلات كبار، ايوه 3 بصلات كبار، ومعايا 3 قرون فلفل، حبايتين طماطم. بصي بقى، اي نوع عندك فلفل الوان ماشي، عندك اي نوع فلفل عايزه تحطيه حطي. انا حطيت رومي وحطيت فلفل حامي. طيب خلاص كده. معايا هنا صينيه بقى، هنزل بشويه زيت كده حلوين وسيبيهم يسخنوا، وبعد كده هنزل بالبصل على طول. انزلي بقى كده بالبصل، احنا عايزين يا بنات نكرمل البصل. انزلي كده واحده واحده، هنكرمل البصل مع بعض، لان كرمله البصل دي هتدي طعم للاكل جميل جدا. هتحولي وصفة الفراخ هتلاقيها كده طعمها مميز وفيها تسكيرة حلوة كده، وبإذن الله هتعجبك. نمشي كده بالخطوات. شوية كده ملح على البصل، حطيت شوية ملح على البصل عشان يدبل معايا بسرعة وننجز في الأكلة بسرعة. أهم حاجة خلي البصل يتكرمل براحته. زي ما انت شايفة، انا شايفة البصل كمية البصل قلت ازاي. يعني انت لو عايزة تزودي بصل اكتر من 3 زودي، لان هو مجرد ما بيدبل بيقل معانا زي ما انت شفتي. هركن بقى كده البصل اللي اتكرمل، كرمليه وما تخافيش هتتفاجئي بالطعم باذن الله. اعمليه بالشكل ده، اركنيه على جنب وانزلي بالفراخ. طبعا الزيت سخن على نار عالية عشان ندي للفراخ صدمة، ما تنزلش المية بتاعتنا. نزلت بقية الخضار على البصل وركنته، مش هقلب شوية كده وهقلب. بس كده نحط التتبيلة الجامدة كده بتاعتنا. حطيت معلقة صغيرة من نص معلقة صغيرة من الكاري. طبعا الكاري مهم جدا مع الفراخ بصراحة، شاورما تتبيلات، الكاري من الحاجات اللي بتخلي طعم الفراخ مميز جدا. حطيت شوية كمون، حطيت كمان شوية كركم وشوية كزبرة، شوية فلفل اسمر وشوية حلوين من البابريكا، لان البابريكا بتغير لي لون الفراخ، بتدي لون حلو بصراحة، ودي مهمة جدا معايا. طبعا لو مش موجودة، هي مهمة في الشكل زي ما احنا عارفين البابريكا تخلي شكل الفراخ حلو. طبعا مش هقلب، هستنى لحد ما الفراخ تتشرب. يعني انا مش عايزه ميه خالص، اصبري لما الفراخ تاخد تشويحه من الناحيه دي، وبعد كده هبدا ان انا اقلب. هنزل بقى بمعلقه عسل ابيض. طب مش عندك معلقه العسل دي، انزلي بيها كده على البصل وعلى الخضار، والله طعمها خطير جدا بصراحه. عايزه تعمليها جنب مكرونه خطيره وجميله، جنب مع سندوتشات هتكون بطاطس كده محمره، هتكون اجمل. معلقه عسل ومعلقه زبادي، والله احلى شاورما هتعملوها، هتعجبكم وهتعتمدوها. انا على طول بعملها بالطريقه دي. ما عنديش سكر بعملها، بحط لها معلقه. ما عنديش عسل، بحط لها معلقه سكر على جنب لوحدها كده. اول ما تتكرمل وتاخد لون وخلاص كده تبداي تقلبي بقى كله. الوصفه دي اعمليها بالطريقه دي وهتتفاجئي، هتحولي صدور الفراخ بتاعتك لحتة تانية. طبعا لو عندك زعتر عندك زعتر حطي، توم بودرة، بصل بودرة حطي، متاح معانا طالما وصفة فراخ نعمل فيها اللي احنا عايزينه. طبعا قلبتها وحطيت كمان علبة زبادي، ومليت علبة الزبادي مية وحطيتها واستوت على كده، ما حطيتش اي حاجة تاني. طريقة حلوة، وارجعي كده واحفظي الطريقة اهم حاجة. يعني التوابل ممكن نغير فيها، انما الخطوات وطريقة التحضير هتفرق معاكي في الطعم جدا. هتلاقي طعم الشاورما معاكي في الاخر جميل بصراحة ومميز جدا. اعملي صدور الفراخ بالطريقة دي وبإذن الله هتعجب، بإذن الله هتعجب.
ما تنسيش بقى تحطي لي لايك كده للوصفه الجامده دي، واعمليها سندوتشات هتعجبك جدا. اعمليها جنب مكرونه معاها بطاطس محمره. بصراحه هي وصفه سريعه جدا، احنا دلوقتي داخلين على امتحانات، فعايزين نعمل الحاجات السريعه اللي ما تاخدش معانا وقت، وفي نفس الوقت ما تعملش معانا مواعين كتير. مش عايزين ننسى نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله.